بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا شرح شلون نسوي غلاف مال فيس من اللي نستخدم برنامج البيسكارد. ندخل على اداة الرسم اولا راح تطلع لك كذا الفراغ والصورة والفتح المستودع والخلفية. ندخل على الخلفية الفارغة نختار هنا القالب، هنا الغلاف، تضغط موافق، تضغط شوي طلعت لك هاي الخلفية. تقدر منها تشتغل عليه وتضيف، تقدر يعني تغير لونه. انا افضل ادخله بالفلتر، انا شوي اسوي اللون مالته بس تفتح. هسه طلعت لنا هيك. ندخل على الفلتر، ندخل على المؤثرات، نختار هذا الفلتر شوية، خله هيك، نضغط علامة صح. تيجي شلون تضيف عندك الملحقات. انت يكون عندك ملحقات يلا تقدر تضيف. هسه انا عندي ملحقات اقدر اضيف. انا يعني مثلا اخذ ملحقات، شوف لنا اي شيء، انت اي شيء عجبك، اي شيء يكون من ملحقات تقدر تخليه عليها. تاخذ هاي مثلا، هواي هسه من الشباب جاي يعانون، يلي خاصة مبتدئين، يقول لك شلون احصل غلاف وشلون منين اجيب هذن الخامات، وبس يكون يعني للشرح يعني للمبتدئين ولا اللي يعرفون يقدر يشتغل عليه ويقدر عنده خلفيات. من هنا اختيار شي تروح الخلفية مالته، خلي مثلا هذا او هيك هنا او هيك هنا تبكي، بس خله هيك احلى. شوف هسه تيجي من هنا ملصقات. انا البيسكارت هكرته، يلا قمت اشتغل عليه لان بيه هواي شغلات لازم احتاجهن. ناخذ هنا هاي، شوف انت شنو اللي تعجبك، شنو اللي تقدر تخليها. مثلا تاخذ هاي تيجي تكبر هنا، خليه تسحب هيك. شو سوت قلب من عندها. تجي تضيف بعد ملصقات اللي هي هاي، نضيف عليها هاي. وانتم كنت الافضل يعني تنزل البيسكارت مهكر او انت تهكره. اكو طرق هواي على اليوتيوب مهكرتنا شلون تهكر، تقدر انت حاصله. شوف هسه شلون طلع حلو، شي يعجبك انت بعد تيجي تضيف بيه هيك. ندخلنا هسه هذا جاهز، تقدر تضيف عليها صورة فرها منا على طريقة الرسم. نختار لنا مثلا، نختار هذا المثلث او هذا، نجيب هنا مثلا هيك. شوف طيب علامة صح. نضيف صورة مثلا، صورة عندنا صورة مفرغة، صورة مفرغين قاصين مثلا
ناخذ هاي الصورة اضاف. تقدر انت تضيف يعني فد شي كلش حلو، يعني انت تشتغل شغلة بيدك كلش حلوة. نجيب الصورة طيمناها هيك، تجي منها تمسح. شوف من هذا القصة انت كون تجيب عدلته وشغلك. تضيف التضيف اللي هي مثلا ضيف عليها هاي الخامة. ضيف ليها مخطوطة، المخطوطات هون شوف ضيف حقوقك، طريقة كلش سهلة وما رايد لها اي شي. مجرد انت اذا يكون عندك البيس كارد ما كارد تشتغل عليه شغل كلش حلو. شوف غلاف جاهز للبيشة، ما يحتاج اي شي ولا يحتاج من نجيب هاي الخامة ورد هاي. وان شاء الله يعجبكم الشرح، وان شاء الله نزل شروحات اكثر عن شلون تحصل هاي الادوات والخامات ان شاء الله. بس عيدكم دعمونا باعجاب ولايك على الفيديو واشتراك بالقناة. تحياتي لكم كرار عراقي، في امان الله.